السلام عليكم البنات، كي دايرين بخير؟ المهم اليوم في هذا الفيديو غنشارك معكم طريقه تحضير كيكه بالحامض الجيزي اقتصاديه. بالنسبه للمكونات عندنا 4 البيضات وحامضه، عندنا كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر سنيده، عندنا دانون اي ياغورت كتفضلوا، وعندنا الدقيق على حسب الخليط وجوج خمارات حمر وفانيا. كناخذوا 4 ديال البيضات، كنضيفوا قبيصه ديال الملحه، كنضيفوا كاس ديال السكر وساشيه ديال الفاني، وكنخلطوا كلشي مع بعض. من بعد كنضيفوا الياغورت، كنخلطوا كلشي عاوتاني حتى كيمتزجوا المكونات جيدا. المهم الطريقه ديال الكيكه عاديه صراحه كتجي زوينه، غير جربوا هاد الطريقه عادي ان شاء الله تعجبكم. المهم حتى كتخلط داك البيض مع دانون والزيت وسكر سنيده مزيان. من بعد كنضيفوا الزيت تدريجيا شويه بشويه، كنضيفوا حامضه محكوكه حكاكه رقيقه ومعلقه صغيره ديال الخل. صافي دابا كنزيدوا الطحين شويه بشويه مع بيكنج باودر. المهم كنخلطو مزيان. المهم هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه. المهم غادي نديرها في المول، اي مول عندكم. بعد ندخلوها للفران. دابا غادي نحضر معاكم طبقه ديال الحامض. بالنسبه للمكونات عندنا سكر سنيده على حسب الذوق، عندنا 2 معالق ديال النشا، عندنا عصير ديال الحامض، نص 4 كاس ديال الماء، مركز الحامض والجيلاتين. كنضيفوا الحامض، كنضيفوا كذلك الماء، كنزيدوا عليه السكر سنيده، والنشا. المهم كنضيفوا المكونات كاملين، معلقه صغيره ديال الجيلاتين، كذلك مركز ديال الحامض. كنخلطوا الكل جيدا وكنضيفوه على البوطه. المهم ردوا البال البنات على البوطه لحقاش الضويا كيعطل. المهم هذا هو القوام ديالو. كنضيفهم فوق الكيكه صافي، وكنخليوه في الثلاجه حتى كيشد راسو بالصحه والراحه.